ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. اليوم امتدادا لما كنا قد بدأناه بمناقشة فيما يتعلق بالأخلاق السيئة والمواجهات الخبيثة التي ترد إلينا من قبل أعداء الإسلام بما يسمونه ظلما وبهتانا المثلية والحريات، وهي في الحقيقة شذوذ ولواط وخنا وعهر عياذا بالله. امتدادا لهذا الموضوع وختاما له، ولكون هذا أشد من يبتلى به وهم الشباب، ارتأينا أن تكون هذه الحلقة بعنوان مشاريع لدعم الشباب. لا يخفى على شريف علمكم مشاهدي الأكارم أهمية الشباب، وقد تحدثنا عن هذا في مقدمات الحلقات السابقة بذكر النصوص الشرعية، منها قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسانهم لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله أحد الذين يظلهم الله في ظله منهم، وشاب نشأ في طاعة الله. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يعجب ربنا من شاب لم تكن له صبوة. وقصة موسى وقصة يوسف، وأيضا قصص الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم شباب آمنوا برسول الله ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، كلهم شباب. فالشباب بلا شك قوة هذا الدين، الشباب هم قوة هذا الدين. ولماذا هم قوة هذا الدين؟ لأن غالب ما يكون قلب الشاب طاهر، ليس فيه كبر وليس فيه هوى، فغالبا ما يتبع الحق. ولذلك دعوة الأنبياء لم ترفض من قبل الشباب، إنما رفضت من قبل القيادات والكبراء وأصحاب السلطة خوفا على مكانتهم وعلى سلطانهم. حاربوا دعوة الأنبياء وتسلطوا عليها، وسلطوا الشباب أيضا إلى ذلك مع الأسف الشديد. من هنا كان لزاما على الأمة الإسلامية قاطبة وعلى الشعب الإريتري خاصة أن يهتم بالشباب، أن يهتم بالشباب. حول هذا الموضوع يعني برامج تدعم الشباب وأفكار تورد ها هنا من أجل دعم الشباب. نناقش هذا الموضوع مع شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، باسمكم جميعا أرحب به، كما أرحب بكم مشاهدي الأكارم.
وإلى الحوار إن شاء الله تعالى. الشيخ حسن سلمان، كنا في أولا نرحب بكم، أهلا وسهلا بكم. مرحبا. يا مرحبا. تحدثنا في الحلقات السابقة عن المثلية والحريات وكيف، وعلمنا أن هذا من العدو وأنهم يريدون إسقاطنا والعياذ بالله. الآن برأيك ما هي الأفكار التي فعلا لو طبقناها حصلنا شبابنا وحمينا شبابنا وشاباتنا وبناتنا وأبنائنا من هذا المد الخطير؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في البدء أولا أؤكد على أن النصوص الشرعية التي تلوتها وذكرتها في بداية الحلقة أنها تؤكد لنا أهمية هذا العنصر وضرورة الاهتمام به، وأنه عنصر يقود التغيير ويقود النهضة ويقود المبادرات ويقود أيضا ويساهم بشكل كبير في العطاء، وهو عنصر متقبل للتغيير والتجديد، وهو عنصر في بنيته أيضا يكون قد بلغ كمال فتوته وكمال قوته، وبالتالي هذا العنصر الرهان عليه هو رهان على المستقبل، وإهماله كذلك هو إهمال للمستقبل بطريقة أخرى. وبالتالي نحن محتاجين خاصة هنا، خلينا نكون في شعبنا الأريتري بالذات، محتاجين إلى الاهتمام بهذا الجيل، هذا الجيل الذي ساهم بشكل كبير دون كلل ولا ملل، وقدم التضحيات وقدم الشهداء في مرحلة التحرير. يعني هو بعد الله سبحانه وتعالى كان له الدور الأكبر في عبء حمل يعني قضية التحرير على عاتقه، حتى وصل الشعب الأريتري إلى إعلان دولته والاستقلال تقريبا. فكان هذا بعد عون الله وتوفيقه يعود إلى الشباب بطبيعة الحال، فهم كانوا الطبقة الأساسية في موضوع التحرير. وكان حقيقة أيضا يتوقع بأن يكافأ هذا الشباب بعد التحرير في أن يكون أيضا منهم رواد التعمير ومنهم كذلك أدوات التعمير، ويكونوا أيضا يستفيدون حقيقة من دولة ما بعد التحرير بشكل كبير. للأسف الشديد يعني لظروف كثيرة الآن ليست هذا ساحة الدخول فيها، لكن لعوامل أخرى الدولة انحدرت إلى الاستمرار في فكرة الحرب بمفهوم آخر. يعني في السابق كان الاستمرار في الحرب بأجل التحرير، لكن بعد التحرير دخل الشباب للأسف الشديد في محرقة جديدة من خلال القانون المشؤوم اللي هو موضوع الخدمة الوطنية بلا حدود. نحن هنا لا نعترض على الخدمة الوطنية المقننة، تأخذ سنة، تأخذ سنتين، تأخذ 3 سنوات، لا حرج في ذلك، ولكن أن تكون هنالك قوانين تحول الإنسان من خدمة وطنية يتشرف بها الشباب إلى خدمة وطنية تتحول إلى سخرة وعبودية. يعني يظل الشاب تضيع فيها مرحلة العمر الزهور هذا اللي هو في معسكرات وفي حركة جيوش ربما غير محددة الأهداف بطبيعة الحال. فدخل الشباب ما بعد التحرير في حروب ربما كان أيضا هو ضحيتها. يعني لو جئنا إلى الحرب مع السودان، إلى الحرب مع اليمن، إلى الحرب الأخيرة في إثيوبيا، ستلاحظ بأن الضحية الأساسية أيضا هو الشباب مع الأسف، للأسف الشديد. يعني راح الشباب ضحية هذا الموضوع. وبالتالي الآن خلينا نكون على الأقل نقول والله حان الأوان لاستحقاق حقيقي بالنسبة للشباب في أنه والله يتمتع هذا الشاب بمرحلته العمرية بشكل صحيح. أول ما يتطلبه هو تحقيق السلام مع الجميع. يعني أنت ما يعقل 30 سنة لا زالت الدولة الإريترية في مشكلات، وتحت هذه المشكلات يظل فكرة إيه؟ فكرة التجيش المستمر. لأن التجيش المستمر يدمر في الشاب رؤيته نحو المستقبل، ويدمر فيه كذلك عنصر الأمل، وهذا اللي نلاحظه الآن. صحيح. يعني كثرة الهجرات وكثرة الضحايا في البحر الأبيض المتوسط والمشكلات اللي في ليبيا لو تلاحظ كلها السبب فيها بأنه والله فقد الأمل في الداخل. فيبحث هو عن ما يسمى بالخلاص الشخصي. نحن لا نريد للشباب أن يبحث كل منهم عن خلاصه الخاص، لا، خليه يبحث عن خلاصه ضمن المجموع، يبحث عن خلاصه ضمن حركة الدولة وحركة المجتمع. هذه الجزئية أنا في تقديري مهمة جدا، وهذا يتطلب بطبيعة الحال تغيير الفكرة
اللي مفروض تدار بها الدولة الإريترية في المرحلة القادمة. يعني في السابق كان يقال إنه والله الوينة مهددين الدولة الإريترية وكذا. طيب الآن خلاص الوينة حلت مشكلتهم ضمن الحالة الأثيوبية، وصاروا خلاص بعد كده هم لا تستطيع الوينة أن تفكر في ابتلاع إريتريا كما كان يتوقع لها، ما دام أنها هي جزء الآن من إيه؟ من الدولة الأثيوبية. وبالتالي كل ما نحن ذهبنا في اتجاه البحث عن السلام مع جيراننا والبحث عن التكامل مع جيراننا ولملمة الجراحات، أنا أعتقد هذا سيؤدي إلى أنه الدولة في الداخل أيضا تفكر بشكل إيه؟ بشكل مختلف، وبالتالي نتجه بشبابنا نحو التنمية، نتجه بهم نحو التعمير. لأنه حتى هذه اللحظة للأسف الشديد البنية التحتية لإريتريا ليست، يعني لم يبذل فيها ولا 1% من الشيء المطلوب. مطلوب بنية تحتية على مستوى المواصلات، مطلوب بنية تحتية على مستوى المشاريع المتعلقة بالمياه، محتاجين بنية تحتية على مستوى الاتصالات، محتاجين بنية تحتية على مستوى التعليم أيضا والمدارس، محتاجين بنية تحتية على مستوى التواصل بين المدن وبين القرى. أنت ما لم تؤسس هذه الوضعية لا تستطيع بطبيعة الحال أن تستثمر الموارد الحقيقية لبلدك. يعني هنالك موارد موجودة في غرب إريتريا، هنالك موارد موجودة في شرق إريتريا، هنالك موارد موجودة في الشمال، في الجنوب، حتى تستطيع أنه والله كل الطاقات اللي عندك تستثمر بشكل صحيح في إطار هذه الدولة حتى يتحرك الكل. دعني أقاطعك. نعم. هل هذه الأمور التي أنت ذكرتها من التنمية وغيرها تخفى على الدولة؟ هل يخفى على الدولة أنها تنمي الشباب؟ هل يخفى على الدولة أنها تحتضن الشباب؟ هل يخفى على الدولة أنها تبني لهم الجامعات ويعني تؤسس لهم المراكز؟ هل يخفى على الدولة أنها يعني أن تضبط موضوع ساوة التدريب العسكري؟ هل يخفى عليها هذا الموضوع؟ نعم. أم هو الأمر فعلا هو يعني أمر مدبر من أجل ضياع الشباب؟ يعني نعتقد أن في الدولة من هم عقلاء، أتوقع من في الدولة ما هم يعني لا أعتقد أنهم يعملون هذه الأمور ويخفى عليهم، في حين أن الدول المجاورة أصلا وإن كان ليس هذا موضوعنا. نعم. ليس موضوعنا. نعم. إحنا موضوعنا هذا الشباب. نعم. كيف ننميه؟ إذا بغض النظر هل الدولة والحكومة الآن مستقصدة تجهيل الشاب وتدميره وإدخاله في حروبات ثم حروبات ثم حروبات حتى ينتهي. نعم. هل هذا هو المقصود منه أو لا؟ بغض النظر عن هذا الموضوع الواقع واضح. نعم. الواقع منذ أكثر من حين أن تحررت إريتريا إلى الآن والشاب في تدهور. يعني الذي كان عمره في ذلك الوقت 20 سنة اليوم عمره 53 سنة ما استفاد شيء. ما استفاد شيء. نعم صحيح. حقيقة. أحسنت. نعم. وبالتالي احنا الآن نتكلم هذا الشاب سواء الموجود في الداخل أو الذي في الخارج، كيف نحن ممكن ندعمه وننميه؟ صح. هل الشعب الإريتري فعلا اليوم هو يعني خالي المسؤولية عن هذا الشاب؟ شاب فقير، الشاب مسكين، الشاب ضعيف، الشاب جاهل، الشاب معرض لأن يختطف من القبائل وهو أثناء سيره، معرض أن يغرق ويموت، وإذا ذهب إلى أوروبا بسبب عدم وجود الأمن كما تفضلت في بلاده معرض للحرية والمثليات، معرض للفتن، معرض للإلحاد. صح. الزوبعة. في زوبعة. نعم. كيف نحن ما الذي ممكن نقدم؟ نحن الآن يشاهدنا هنا ربما يشاهدنا رجال أعمال. نعم. يشاهدنا الشيوخ والدعاة، يشاهدنا صناع القرار في بعض المناطق، يشاهدنا رؤساء مراكز دعوة، يشاهدنا رؤساء مراكز إسلامية، يشاهدنا العوام أيضا، أو ربما يوصل الله عز وجل هذا الصوت لمن أراد أن يوصله سبحانه وتعالى. صح. فما هي البرامج التي فعلا تبرئ ذممنا أمام الله عز وجل لإخراج هذا الشاب من الظلمات إلى النور؟ خلينا نقول أول ما الدولة لو بنيت كدولة بعيدا عن إنه والله تبقى دولة مستبدة ولا دولة ديمقراطية، بعيدا عن ذلك، لأنه أحيانا يمكن للدولة أن تكون فعلا على رأسها سلطة ديكتاتورية ولكنها يمكن أن تحقق تنمية، كما هو في الصين يقودها الآن الحزب الشيوعي، ولكن على مستوى التنمية والاقتصاد والتطور الآن دخلت على كلنا إلى المشكلة نحن في كل الجوانب نحن صفر. هذا الإشكال. وبالتالي أنت إذا أردت أن تحقق تنمية، أول قضية لابد أن تحسمها موضوع المشاركة الشعبية.
يعني لا يمكن لدولة تحتكر كل شيء، تحتكر الاقتصاد وتحتكر السياسة وتحتكر التنمية الاجتماعية وتحتكر التعليم وتحتكر الصحة، أن تحصل حالة من التنمية، لأنه هنا السلطة ستتحول إلى سلطة حارسة للكرسي أكثر ما هي منمية للمجتمع. فإذا أردنا أن نتكلم عن دولة تحقق فعلا نماء للمجتمع وتطور ونهض المجتمع، لا بد أن تشرك المجتمع في حالة إيه؟ في حالة التنمية. يعني كل منطقة إذا ما نماها أهلها لن تنمو. السلطة لا يمكن أن تتحول سلطة يعني شاملة تستطيع والله أن تفعل كل شيء في المجتمع، لا، نحن نريد أن نقلب المعادلة كما يقولون، خلي المجتمع والله أديه المساحات، وهذه طبعا تتطلب إيش؟ تتطلب تشريعات، ما تستطيع أنت من غير تشريعات. حتطلب تشريعات عن الأرض، حتطلب تشريعات عن الاستثمار، حتطلب تشريعات عن قضية الدخول، عن قضية الخروج، عن الخدمة الوطنية، جملة من التشريعات التي تؤهل البيئة في أن تكون بيئة شنو؟ بيئة منمية. فأنت إذا ما استطعت اديني الحل شيخ حسن. أنا الآن راعي أسرة، رب أسرة في داخل إريتريا، عندي بنت عمرها 18 سنة وعندي شاب عمره 20 سنة، والحكومة بتيجي تأخذه مني عنوة لأني تأخذهما مني، وإلا فأنا عبسي في الشارع ويغلق علي الباب وأرمى كأب. ويأتي أبنائي يقولون إن أبانا في وضع صعب، ها نحن بين يديكم، فتأخذهم الحكومة إلى الحرب. كيف نوجد الحلول لهذه الأسرة؟ أسرة أخرى تعاني في السعودية مثلا، لم يجد الشاب تعليم ولا يستطيع أن يجدد إقامته لأن رسوم الإقامات مرتفعة جدا، ولا يستطيع أن يعمل لأن قوانين العمل صارمة. فمتى وجد هذا الشاب في أي دائرة من الدوائر بغير إذن عمل فهو معرض للترحيل وربما للسجن وربما فيصبح فارق طارق كما يقول أخونا الشيخ عبد العزيز. وشاب في 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 أوروبا وضعه معرض لهذه القاذورات اللي تحدثنا عنها، الحرية والمثليات، منذ نعومة أظفاره وهم يدربونه على هذا حتى يأخذونه فيغيرون دينه، فيصبح بلا معنى والعياذ بالله، ينحط عقديا وينحط خلقيا. الدين حل. هو ما شيخنا لا نستطيع أن نتجاوز الآن في تقديري الجزئية اللي أنا قاعد أتكلم عنها. إذا أردت أن توجد حل لشعب الداخل لا حل له قولا واحدا ما لم تتغير العقلية الحاكمة الآن في السلطة. ما أقول تتغير السلطة، خلينا الآن ما تتغير السلطة لكن تتغير لابد أن تتغير العقلية. نعم. يعني الآن أنت خلاص والله هذا الشعب جميل، هذا أول طرح. نعم. أول طرح لابد أنت الآن فكرة الإسقاط هذه خليها أنت الآن خوض معركة حقوق، المعركة الحقوقية. هذا الشعب الذي ناضل لمدة 30 سنة له حقوق. نعم. من حقوقه والله أن يتعلم بشكل صحيح، أبناؤنا أن يتعلموا بشكل صحيح. من حقوقه أن تكون الوضعية الصحية لهذا الشعب أيضا وضعية شنو؟ وضعية ملائمة وتتناسب مع الكرامة الإنسانية. من حقوقه أن والله يعيش في وطنه لا يشرد، هذه كلها حقوق طبيعية. من حقوقه داخل هذا البلد أن يتحرك ولا يقيد. من حقوقه اللي في الخارج يستطيع أن يدخل وينمي في الداخل. هذه كلها منظومة حقوقية. لا نتكلم الآن عن والله الحاكم من هو، خلينا من هذه القصة الآن. خلينا والله هذه المنظومة الحقوقية اللي هي والله يتمتع بها كل شعب بحكم الوضع الطبيعي له. جميل. فإذا استطعنا حقيقة أن نغير العقلية، وأنا في تقديري الآن السلطة إذا لم تفكر بهذا المنطق، تغير عقليتها، تغير طريقة تعاملها مع هذا الشعب، ستكون هي الضحية، لن يكون الشعب ضحية. يعني خلاص الشعب وصل إلى النهاية فيما يتعلق أن يكون هو الضحية. الآن في جيل جديد، جيل أنا أسميه جيل ما بعد ما بعد 30 سنة. يعني أخذنا 30 سنة حرب تحرير، وأخذنا 30 سنة الآن حرب شنو؟ حرب تعمير. يعني اعتبر كده الآن ما بعد التحرير 30 سنة، ما بعد 30 هكذا طبيعة الأجيال. هذا الجيل الجديد أنا متأكد نمط التفكير فيه مختلف، حتى اللي هو في الداخل النمط بتاعت التفكير بتاعته حيكون نمط مختلف. فخلينا نحن في هذا النمط. أنا أقول هنالك مدخلان. المدخل الأول مدخل الوعي، مدخل العلم، مدخل الفهم، ففهمناها سليمان. هنا لاحظ حتى سبحان الله في سورة النمل، مع أن سليمان ابن داود، صحيح، وداود بطبيعة الحال أقدم من ولده، مش كده؟ لكن سبحان الله في الإشارة إلى قوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لاحظ هذا الجيل الجديد يتمتع بفهم زائد،
يا سلام. يتمتع بفهم زائد. فهذه الإشارة الخفية في القرآن الكريم سبحان الله، إنه الجيل الجديد له طريقة في التفكير، له أسلوب في التفكير. فأنا أقول النقطة الأولى عليه أن يرتقي بمستوى الوعي ومستوى الفهم ومستوى في اتجاهين، في اتجاه إصلاح دينه، ما هي علاقته بالله، ما هي علاقته بالشعائر الصلوات، ما هي علاقته بالمحرمات والقيم، هل والله هو منضبط في حياته؟ لأنه إذا كان فسد هذا الاتجاه يفسد الاتجاه إيه؟ اتجاه الآخر طبيعة الحال. ثم يرتقي أيضا في وعيه بدنياه. اللحظة اللي أنت والله تحاول أن تعف نفسك وتعصم نفسك من الإلحاد وتتجه نحو دينك وتلتزم به، أيضا تحاول أن تفكر في أن ترتقي بشنو؟ ترتقي كذلك بمهاراتك. وهذا باب واسع، باب المهارات. هذا ما هي المهارات اللي احنا ممكن والله الشباب يقدم عليها حتى يطور نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعوذ أعوذ بك من الكفر والفقر. الكفر يفسد آخرتك ودينك. نعم. والفقر يفسد دنياك. نعم. فأنت سبحان الله محتاج إلى علم بالدين، ومحتاج إلى علم أيضا بشنو؟ بالدنيا. كيف أخرج من الكفر؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق التوحيد والصلاة وكذا، تخرج من دائرة إيه؟ دائرة. كيف أخرج من الفقر؟ بالكسب والعمل والاجتهاد ورفع المهارات والتعليم وكذا، تخرج منه. فإذا استطاع الشاب إن شاء الله عن طريق الوعي أن يخرج من دائرة الكفر ودائرة الفقر، نكون نحن ساهمنا بشكل كبير. هنا تأتي قضية المهارات. للأسف الشديد خلينا هنا برضو نتكلم عن جزئية مهمة جدا. التعليم الحالي في مؤسساتنا، مؤسسات الدول العربية تحديدا، يخرج لنا مجموعة من الموظفين، لأن التعليم وضع في مرحلة الاحتلال والاستعمار، ومرحلة الاحتلال والاستعمار كانت تخرج موظفين وكتبة، فالمنهاج كله مصمم لخدمة المحتل. خلينا الآن برضو نغير نمط التعليم. ما هي حاجات السوق؟ التعليم مش في هذا الاتجاه. يعني ما الفائدة في إنك أنت والله تكون هنالك كليات يدخل إليها الناس سنويا بالآلاف، وأنت الحاجة داخل الدولة بالمئات وليس بالآلاف. كان يمكن سياسات التعليم أن تتغير، بدل في الاتجاه النظري تتجه للاتجاه إيه؟ الاتجاه العملي. تخرج لنا مجموعة من إيه؟ مما يعرف بالدراسات الصناعية والفنية. فأنت بتنظر إلى موضوع السوق حتى تستطيع إيه؟ أن تخرج لنا من طيب أفرض الدولة ما ذهبت في هذا الاتجاه، المجتمع خليه يتجه إلى ذلك. المجتمع نفسه خليه يتجه إلى إنه والله يا أخي أنا ما مطالب أن أعمل في الدولة. الدولة هذه لن تستوعب أكثر من 10% من المجتمع ومن الخريجين. اللي قاعد يحصل الآن، الناتج التعليمي يخرج لنا كمية هائلة جدا كلها عينها على إيه؟ على وظيفة الدولة. أنسى الدولة في التعليم حقك. أنت الآن كشاب أهل نفسك وطورها في اتجاه أنك ستتجه كما قال عبد الرحمن بن عوف: دلوني على إيه؟ على السوق. يا شيخ حسن، أيه. السوق مفتوح والوظائف مفتوحة. لا، هو المشكلة كيف نغير نفسية الشباب. السوق مفتوح، لكن الشباب قلوبهم مغلقة عن السوق، متجهة نحو إيه؟ نحو الدولة. وهذه إشكالية كبيرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع أن الاستدلال فيه نظر. لكن الشباب معظمه الآن لو سألته لما يقرأ؟ للوظيفة. أين الوظيفة؟ في الدولة. الشباب كله يتصارع بعد كده إيه؟ في الدولة. ثم الأقاليم تتصارع في الدولة. الدولة لن تستوعب لنا أكثر من 10% كما قلت. طيب ماذا يفعل الباقي؟ يحمل سلاح، يحاول أن يحارب إيه؟ الدولة تحت فكرة المظلومية، فكرة المظلومية، وإنه نحن مضطهدين، وإنه الدولة محتكرة ماسكة الجماعة الفلانية. فهذه الإشكالية أنا في تقديري لن نخرج منها إلا إذا تغيرت كذلك أنماط التفكير عندنا فيما يتعلق بالعملية التعليمية وزيادة المهارات. وهنا يمكن حقيقة أن تطرح الكثير من المشاريع فيما يتعلق بموضوع المهارات، وإيش الشباب ممكن يدخل إلى الأسواق بأي مهارة من هذه المهارات، سواء كان في مجال الزراعة عندك تحتاج إلى مهارات، في مجال تطوير الثروة الحيوانية وبلدنا ما شاء الله فيه هذا الجانب، موضوع الثروة البحرية فيه عندنا ما شاء الله، عندنا موضوع المعادن والذهب وغيرها، عندنا ما يمكن أن يدخل في الصناعات التحويلية ويمكن الشباب أن يذهب في هذا المسار، عندك في موضوع السياحة يمكن أن يتطور الشباب في هذا. فهنالك في تقديري الكثير من المشاريع التي لو ذهب إليها الشباب سيلاحظ إن شاء الله التطوير والإيجابي في هذا نفس الشيء ينطبق على شبابنا في الخارج أيضا، إنه والله وأنت تذهب إلى أوروبا، هل والله ماشي بس عشان تستقبل المعونة الشهرية هذه اللي تأتي إليك من وزارة الشؤون الاجتماعية، أم ذاهب لتطوير نفسك في بلد متطور ونامي وتريد أن تطور نفسك وبالتالي تنقل هذه التجربة
تذهب أيضا إلى بلدك. ثم أيضا في الخارج يبدو أيضا محتاجين إلى ما يمكن أن نسميه بفكرة الشراكات. يعني بدل أن يفكر كل منا أن يعمل لوحده، خلينا نفكر بشكل بشكل جماعي. مثلا اعتبر أنه والله في مجموعة من الشباب تريد أن تعمل في مجال التعليم، تريد أن تنشئ مدرسة، وهذه المدرسة لها رسوم معينة، فمن جانب ترتقي بالجيل الجيل بتاعتنا اللي هو الآن حرم من التعليم، وفي نفس الوقت فيها عائد أيضا عائد مادي. يمكن، وهذا لاحظتها بعض شبابنا أيضا يعملون في مجال التجارة، التقيت بعدد منهم، هؤلاء أيضا يمكن بدل أن يشتغل كل تاجر لحاله يمكن أن يشكلوا معا شركة، فتتحول هذه الشركة إلى أنك أنت والله لها رأس مال ولها مجموعة من الإدارة، وتشكل كمية أيضا من الشباب. ففكرة الشراكات أنا أعتقد أيضا من الأفكار المهمة جدا في هذا الجانب. جميل. غيره طرح جميل يا شيخ حسن. نعم. احنا كنا نريد أن نأخذ بالموضوع من جانب آخر، ولكن أنت ترى أن أصل الموضوع لابد أن يكون للشاب دولة تحتضنه، وبالتالي تنميه وتعلمه وتفهمه ويعني تعطيه كل الجوانب. ولكن هذا في الواقع حالي الإريتري الآن غير متيسر. الشعب الإريتري مع الأسف يعني مبتلى، وليست هناك حقيقة جهود للحكومة في تنمية هذا الشاب، بل لا يزال الشاب يبكي ويحزن منذ 30 سنة. برنامجنا اليوم هو يعني هذه أفكار جميلة التي ذكرتها لدعم الشباب، فكرة الشراكات جميلة جدا، لكن أنا في تصوري يعني نحن نحتاج لربما إلى أفكار أكبر، يعني بحيث أننا يعني نوجد وسائل ممكن ننمي فيها الشباب في داخل إريتريا. ما هذه الوسائل؟ هذا الذي حقيقة يحتاج أن يكون له هناك ورش عمل. الشاب في الخارج، في خارج إريتريا في العموم، في أرض المهجر، سواء كان في السودان أو في أثيوبيا أو في أوروبا وغيرها، يحتاج إلى حقيقة مؤسسات تهتم به، مؤسسات تعليمية تعلمه. يعني لو قلت لك يا شيخ حسن إلى الآن لا توجد جامعة واحدة متخصصة في الإريتريين أو للإريتريين، لا توجد. الإريتريون منتشرون في جميع جامعات العالم، لمن لديه قدرة في التعليم أو لمن يعني وافقه الحظ فحصل على المنح الدراسية فتعلم. وهذا أيضا المتعلم للأسف ليس لديه طموح ولا عنده هم في تعليم إخوانه. يعني لا تجد مثلا يعني شباب مثلا كونوا جمعية وقالوا نحن ممن من الله علينا وتعلمنا في منطقة كذا وكذا مثلا، فاليوم نريد أن نتكاتف فنقدم لإخواننا كذا، إلا من رحم الله وهم قلة. يعني شباب الذين درسوا في الهند كانت لهم جمعية يرأسهم أحد الدكاترة وكان لهم دور، لكن بعد تتبع وجدت أنهم ضعفوا، كان عندهم بعض الدورات. لكن هل يوجد فعلا مركز تعليمي قوي مدعوم من الشباب أو مدعوم من الشعب الإريتري يعلم الشباب؟ هذا لم أقف عليه حقيقة. الأمر الثاني، اليوم الشباب كذلك يعاني من كما رأيت من الفواحش، ومن حلها أن يتزوج. ليست هناك ولا جمعية واحدة تحث الشباب للزواج أو تربط بين الجنسين أو تدعم الشاب فعلا. شاب الإريتري إما شاب خرج هاربا من بلده، أو شاب لم يجد لا دراسة ولا عمل في دول الخليج، أو شاب عايش في أوروبا، لا يخلو عن هذه الأمور. فبالتالي هذا الشاب يبحث عن بنت الحلال من أجل أن يتزوج، ليس له إمكانيات وليس له يعني حقيقة ما يؤهله للزواج.
فإذا أيضا تأهل يجد مشكلة البحث عن شريكة حياته، لأن أيضا الغرب مع الأسف حارب موضوع الفتاة وغير وجهتها وغير، رغم وجود يعني أسر طيبة، يعني لا حقيقة لا نعمم، يعني سافرنا ورأينا وشاهدنا، لا تزال هناك أسر حقيقة محافظة على الخير وعلى الأدب والحمد لله رب العالمين. لكن في الغالب إذا جاء الشاب يتزوج يعني مع الأسف كثير ما يحصل طلاق، كثير ما يحصل تنافر نتيجة لعدم فهم. ليست هناك أيضا مراكز متخصصة في تدريب الشباب، دورات كما تفضلتم فيما يتعلق بتأهيل الشباب، ليست هناك. أين الشعب الإريتري؟ أين عقلاؤهم؟ أين تجارهم؟ أين يعني هل هذا الشعب غير مسؤول أمام الله عز وجل عن هؤلاء الشباب؟ نعم، حقيقة نحمد الله عز وجل أن الله سخر مجموعة من المؤسسات الخيرية، سواء كانت في السودان بمسمى مسميات سودانية تعمل في إريتريا، أو جمعيات في أوروبا وأمريكا وأستراليا تعمل أيضا في هذا، لكنها كلها تصب في مجال المهاجرين يعني في السودان المخيمات والإغاثة والمشاريع الموسمية، إفطار صائم، وقليل من التعليم. أنا أقول قليل، لماذا؟ لأن حتى الداعمين للعلم يقلها يا شيخ حسن مع الأسف. والله تقول لو عندنا دعاة وعندنا معلمين ومدرسين ما يكفل، تقول لو عندنا أيتام يكفل، تقول لو عندنا مساجد يبني، لكن المعلم الذي يربي الأجيال لا يجوز. لذلك أنت عارف كيف وضع الدعاة في داخل السودان داخل إريتريا وكيف حاجتهم الماسة، حتى ثقافة المجتمع. يا أخي إحنا سعينا يا شيخ حسن لتفريغ أحد الدكاترة لدى بعض الجهات، قلنا لهم يا جماعة هذا عالمنا وهذا فرغوه لأجل أن يقدم الخدمة والتعليم، ما نجحنا في هذا. ثقافة للآن. حول هذا الذي ذكرت لك تعليقكم يا شيخ حسن. حياك الله. والله بارك الله فيك، جزاك الله خير. والله يا أخي أفكار في تقديري ومناقشة تثري الموضوع وتفتح فيه فعلا كثير من النوافذ، وهي نفس المنطق اللي نحن دايرين حقيقة يتأثر به الشعب الإريتري، وهو أن يتحمل المجتمع مسؤولياته. نعم، هذه قضية مهمة. وسبحان الله، أنا طبعا تخصصي سياسة شرعية. بنية الدولة الإسلامية هي تقوية المجتمع أكثر من الدولة. نظرية نفسها تقوم على أن تمكين المجتمع، ولذلك بعضهم سماها دولة الناس وليس دولة النخبة. الدولة الحديثة للأسف الشديد دولة نخبة، نخبة عسكرية، نخبة سياسية، نخبة ثقافية، كده تسيطر النخبة على الفكرة حقنا نحن في التصور الإسلامي تقوم على أن المجتمع يمكن من أدوات الإنتاج ويمكن من أدوات التطور. يعني أي يمكن؟ يمكن بمعنى أن يكون له الحق القانوني في أن ينال أن يكون له الأرض وأن تكون له عملية الإنتاج. يعني أنت في أجهزة الدولة يكون له يد في أجهزة الدولة، يعني يجب أن تفسح التشريعات له المجال. يعني لا، الآن أنا لست مع إنه والله الدولة ترعى الشباب، خلينا مني. الدولة ترفع قيودها عن أن الشباب يعمل. ما يمكن يا شيخ حسن مثلا، لا خلي الآن هذا تنظير هو نظريا، يعني حتى ما يفهم إنه والله الدولة تحل كل شيء، لا، نحن نقول لا والله الدولة خلي مهمتها تنحصر في الدفاع الخارجي وتنحصر في السياسات الكلية، وخلي المجتمع خليها تأخذ سلطتها، أيوة، خليها تأخذ رسومها وأموالها، خليها تشبع. أحسنت. بس فنحن الآن نعلم عيالنا. أيوة، فنحن الآن المجتمع في تقديري إذا تولدت عنده ثقافة أن يبني نفسه بنفسه وأن يقوم هو بمهامه تجاه الآخر. القرآن الكريم سبحان الله يطلق أنفسكم على بعضنا البعض، نعم، ولا تقتلوا أنفسكم. فهي تلاحظ أن هو يخاطب الآخر لكن هو يخاطب لأنه هو منك. نعم. فنحن لو مشينا في اتجاه أنه والله هذا المجتمع هو في سفينة واحدة، وهذا الشاب سواء كان في أسفل السفينة أو في أعلاها، أي خلل منه سيؤدي إلى أن السفينة كلها كلها تغرق. فلو نظرنا إلى أنه والله فإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فإذا نظرنا بهذا المفهوم التاجر سيلقي بمسؤولية. يعني نحن عندنا تجار يا شيخ برا، لو أن هؤلاء التجار فكروا فعلا بشكل موضوعي
وبشكل مسؤول تجاه هؤلاء الشباب، أنا أعتقد ستتحول الصورة بشكل كبير، لأن المجتمع إذا تقوى تلقائيا حيأخذ حقوقه، ما فيها كلام. لكن المجتمع الضعيف لا يستطيع أن يأخذ حقوقه. فنحن مثلا كما تفضلت نشأت قبل كده بعض المنظمات وكانت تركز في الجانب الاستهلاكي اللي هو نظام الإغاثة. لا ما ينتهي. نشأت عندنا فترة من الفترات مؤسسة، فيما أذكر مؤسسة واحدة اللي هي مؤسسة كافل في بريطانيا، وذهبت لتهتم بموضوع التأهيل في الشباب. فكانت مثلا تأخذ الشباب والشابات وتذهب في اتجاه تأهيلهم وليس في اتجاه إعطائهم مال. يا سلام. أي، وأذكر أنها يعني جزاهم الله خير أهلوا بعض الشباب في مجال النجارة، في مجال الصناعة، في الميكانيكا، في مجال الكهرباء، في مجال البناء، في جملة من المجالات. ثم بعد ذلك بدأوا يبحثون لهم أيضا عن جهات تستطيع أن توظف هؤلاء ويعملون من خلالها. فتصور، أنا ما أدري الآن إلى أين وصلت هذه الفكرة، لكن هذا المجال لو عمم خرج حتى من دائرة المخيمات إلى دائرة إنه والله هذا يظل مفهوم مفهوم كبير وتدعمه مجموعة من رجال الأعمال. إيش الهدف؟ نحن والله كل أسرة نريد أن يكون في داخلها شخص عامل. أي أسرة من أسر الأريترية لابد أن يكون في داخلها إما أن يكون امرأة منتجة أو شاب منتج. شاب منتج. يا سلام. وخلينا هذا الموضوع يكون واحدة من الأفكار الإبداعية. هذا أنا أتصور خاصة مجال التأهيل والتطوير. بدل تبقى منظمة واحدة خليها تبقى جملة من المنظمات، وكل منظمة تذهب في اتجاه التخصص في مجال من مجال. موضوع التعليم تحديدا نشأت فيه في فترة من الفترات مثلا جمعية التعليم أولا، نشأت جمعية، لكن للأسف الشديد لم تخرج إلى المجتمع لتسويق مشروعاتها ولتحاول أن تقول للتجار والداعمين والجهات الخيرية إنه والله يا أخوانا قفوا معنا في هذا المجال. هنا أنا أتصور لو تطور هذا الاتجاه حتى اللي في الداخل يمكن أن ينال هذا الحظ، ينال حظه من التعليم في إنه والله في جهة معينة ترعى الطالب وتهتم به إلى أن يصل إلى نهايته. وجزا الله خير طبعا هنا أيضا الإخوة في رابطة علماء أريتريا يقوموا حقيقة بدور طيب فيما يتعلق بالمنح والتعليم والأشياء، لكن تحتاج أيضا إلى جهات ترعى. في نقطة ثالثة أنا أتصور لو أيضا دخلنا فيها كأفكار إبداعية إن شاء الله في المرحلة المقبلة، اللي هو ما يمكن أن نسميه بشركات التأمين الإسلامي. يا سلام. لو دخلنا مثلا نقول شركة تأمين إسلامي، هذه الشركة شركة تعاونية ويدخل فيها كل قادر من المسلمين يريد أن يدعم مشاريع التنمية في المجتمع في الداخل والخارج، حيثما وجد لنا إمكانية أن نطور مجتمعنا فهذه الشركة يشترك فيها الناس وعائدها يذهب وين؟ يمكن أن يذهب إلى المجتمع بنسبة منه، ويمكن أن يستفيد هو أيضا بنسبة بنسبة من النسب. فهذه أيضا أتصور قد تغطي مساحات لا بأس بها أيضا. ويمكن في هذه أن يدخل التأمين على الزواج، إنه والله واحدة مما يصرف فيه عائدات هذا النوع من الشركات الصرف على الإعفاف، ما نسميه نحن بإعفاف الشباب، بحيث نحن والله سواء في أوروبا أو في غير أوروبا نستطيع إن والله هذه المؤسسة تقوم بدور دعم الشباب ودعم الشابات في هذا الاتجاه. فعلى كل إذا نحن والله يا شيخ براء، وهنا تحتاج مبادرة، نحن هنا نطرح أفكار، لكن كل فكرة من الأفكار تحتاج إلى جهة شنو؟ تختطفها وتتبناها كما يقولون، تحاول أن تسعى إن والله في جهة يعني تهتم بالتعليم وتنشئ التعليم في هذا الاتجاه وتنشأ جمعية وتقوم عليها بعض الإخوة والأخوات حتى يستطيعوا أن يطوروا المجتمع. حقيقة يا شيخ برهان ما لم نستطيع الارتقاء بالمجتمع في كل هذه الجوانب فإن التحدي كبير جدا، والانتظار إلى أنه والله بعض الناس أنا زمان كنت أقول لهم وضعنا كل ملفاتنا في سقف في البوابة المكتوب عليها إسقاط النظام، واللي هو الجانب السياسي، وفشلنا اقتصاديا، فشلنا ثقافيا، فشلنا لغويا، فشلنا تنمويا. فهذه الإشكالية. إشكالية طيب طال عدم السقوط والناس ماشية، هل الله المجتمع كله تتعطل حركته؟ لا بد من تفكيك المطالب والاحتياجات حتى أن يستطيع كل طرف من الأطراف يعمل إن شاء الله في جانب من الجوانب. كلام جميل جدا. حياك الله. الحقيقة الحديث ذو شجون شيخ حسن، الله يكرمك. ويعني هذه أفكار طرحت في جوانب كثيرة. يعني لا أدري بماذا أختم هذه الحلقة، لكن هي عموما عصف ذهني نعم طرحناه بين المجتمع، وذكر فإن الذكرى ترفع المؤمنين. يعني في النهاية الشعب الإريتري باعتباره إريتري هو مسؤول، هذه قضية لابد أن نفهمها جميعا، لأن هي المحفز لنا
لتقديم، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألنا وأنذر عشيرتك الأقربين. موضوع هناك سؤال وحساب، والأمر ليس سهل. يعني التاجر سيسأل، العالم سيسأل، الأب سيسأل، الأم ستسأل، الكل سيسأل عن هذه الأمور. وحتى الشاب أيضا سيسأل عن شبابه وعن شبابه فيما أبلاه، سيسأل أيضا هذا. فإذا إذا كان هناك مسؤولية وسؤال عند الله عز وجل، يعني هذا يجعلنا نتحرك قليلا إلى أننا نوجد شيئا لشبابنا. مشاهدي الأكارم، لا أدري ماذا أقول لكم، الحديث كبير وعظيم. نحتاج إلى مؤسسات تعليمية، نحتاج إلى مؤسسات فعلا تختص بإعفاف الشباب والشابات، نحتاج إلى يعني مؤسسات أيضا للاستثمار والتأهيل وتمكين الشباب، نحتاج أيضا إلى مؤسسات تعليمية تهتم بالدورات، نحتاج إلى كثير. هل من مبادر؟ هل من يقول أنا لها؟ ومن كان قائم على الخير نسأل الله تعالى أن يمكنه وأن يزيده في الخير دوما وأبدا. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ حسن سلمان على هذا الطرح الجميل، كما الشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا حتى نلقاكم في الأسبوع القادم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. حادث